بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالذي خلق الإنسان هو الله سبحانه وتعالى كما خلق جميع الخلائق، ثم إنه سبحانه وتعالى ميز الإنسان بالعقل وكرمه لأجل ذلك، فقال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالإنسان ميز عن البهائم وعن النباتات وعن الجمادات بهذا العقل الذي يرشده إلى ما هو صواب وحق ويجنبه ما هو خطأ وضلال. ولم يتركه سبحانه وتعالى بهذا العقل وحده، فإن الإنسان فيه نوازع الشر، والشيطان لا يتركه إلا بالوسوسة والخذلان والصرف عن الحق، فأنزل سبحانه وتعالى إليه شريعة بواسطة أنبيائه ورسله حتى يهتدي بهذه الشريعة، فيستعمل عقله ليسلك سبيل الله سبحانه وتعالى هذه الشريعة، فيمشي عليها كما أمر الله سبحانه وتعالى، فيستعين بما خلق على ما أمر. فالذي خلقه له هو العقل، والذي أمره به هو الشرع، فيتعامل الأمران كلاهما، الخلق العقل والشرع الأمر، على تحقيق مراد الله سبحانه وتعالى وما أمر به العبد، فيكون بذلك مسلما لله سبحانه وتعالى. والله عز وجل له الكمال المطلق، فلا يأتي منه نقص ولا عيب سبحانه وتعالى، وقد أنزل على عباده كتابا وشرعا. هذا الشرع وهذا الكتاب لا يختلف ولا يتناقض، فالله سبحانه وتعالى يقول: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فهذا شرع الله لا يختلف ولا يتناقض، وهذا خلق الله العقل قد جعله الله سبحانه وتعالى للإنسان ليهتدي به إلى الشرع. فالنتيجة من هذا كله أن ما خلقه الله وأن ما أمر به، ما خلقه العقل وما أمر به وهو الشرع، لا يتناقضان ولا يختلفان، بل يتحدان ويتواطئان على الخير وعلى الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا من شيء وأكره إشارة كربي الله سبحانه وتعالى إنسان وفد يدمها مخلوقاتك وفد وافني إكلانج أدمها مخلوقاتكم جمعت الله سبحانه وتعالى وني إنسانا مع كربا ماتير كربا كيت القرآن الله سبحانه وتعالى مي آدم قدريا مع كربا ماتير كربا كوني بيان كربا فأدي إجماع كندوغا إنسانا إكلانج وفل يواهكاي أدي إمها هي ورانغور تكتين إنسانا الله سبحانه وتعالى رزق دبيواك أدي كلانج وفد يجينا مخلوقون جمعت إنسانا مع كربا ماتير كربا كم جواهكيت القرآن الله سبحانه وتعالى وني بيان كراف أدي إنسانا وفد مفهوغا إنسانا أولين غوتين نينجي مغفرة الله سبحانه وتعالى إنسانا دوكر وافنوه أدي حقاي باطل رنغلا نورنغل دينغت متك إنسانا الله سبحانه وتعالى وني بودي دباف كما آيكوغا هيغوتوغا إنسانا ديريولو متك إكلانغ وني إنسانا شريع باوالا باف إم بما إكلانغ إنسانا هيغوتوغا ديريولو ميهكمغا ومتك رنغلا نورنغل وكيكورا إنجي ميهكمغا لو متك إنسانا بودي دبي أدي إنسانا كنكا أمر كربي أدي إغوتو إنسانا مابغم با ماتيرغم با شريعة الله سبحانه وتعالى باوالب أي شريعة حكمتا إكلانغ باوالا بافوني كيريتي قرآنوغا قرآن كي إبس حالغا قرآنوغ إن آين أنن آين وتي قرآنوغ إبس كال أولمك وا إچنو كيت قرآنوغ الله سبحانه وتعالى وحي قرآفني قرآن كي الله تعالى في وهم فراتكم أتشكم جوانا أي إتباع نبيا ديمان واتي اختلاف تك في النانة
එම්බීම ඉන්සානයන් හග්ගා බාතිල් වහිකොත් දෙවමට්ටක එකලාංග ඉන්සාන දෙවි බුද්ධිය අදි ඉන්සානා හේගොත්ක අදිරුමට්ටක එකලාංග ඉන්සානා බාවාලි විශරියත මි දේති එයි ෆහරග්ගාවස් අරාරුබ්වාන දෙච්චෙන්නු අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා හුකුම් ෆුලත හැම යායකු ඒ ඉන්සානාගේ තෙදුමග අල්ලාහ් දෙවි බුද්ධි එයි මි දෙච්චකි ෆහරග්ගාවස් අරාරුබ්වාන එච්චෙන්නුනේ දිමානුවාන එච්චෙන්නුනේ අදි මි ඛිලාෆවාන එච්චෙවස්නුනේ ඒ දෙකම කීවස් හැම එබ් මගකන් එ දිමාල ඒ ඉන්සානා වාසිල් කොද්දේනේ දෙච්චක إذن العقل والشرع لا يختلفان. العقل خلق الله سبحانه وتعالى، وقد خلقه على جهة فيه الصحة والعافية، الذي به يدرك الحق ويدرك الخير ويدرك الصواب ويتجنب الباطل والضلال والخطأ. فإن الإنسان بعقله يعرف ما هو ينبغي أن يفعله وما لا ينبغي أن يفعله، فهذا العقل مرشد. والذين يخطئون والذين يضلون والذين لا يهتدون هم يعلمون بعقولهم قبل غيرهم أنهم ما أصابوا وأنهم ما أخطأوا. فهذا العقل أداة وآلة يرقى به الإنسان إذا عرف كيف يستعمله الاستعمال الصحيح، وقد ينحط ويسقط إذا لم يستعمله الاستعمال الصحيح. مثل الماء، مثل هذا الماء، هذا الماء نعمة يحيا به الإنسان إذا عرف كيف يستعمله، أن يشربه حين العطش وأن يسقي به زرعه وبهائمه حتى تحيا، لكن يمكن أن يغرق به ويموت به. كذلك العقل، فالعقل يحيا به إذا عرف كيف أن يستعمله الاستعمال الصحيح، وقد يهلك به إذا لم يستعمله الاستعمال الصحيح. فكيف يدرك الإنسان أنه استعمل استعمالا صحيحا لعقله وأنه اجتنب الاستعمال الباطل والخاطئ؟ ذلك بعرض عقله على شرع الله سبحانه وتعالى، على أمره. فإذا وافق الأمر العقل أو وافق العقل الأمر شرع الله تعالى فإنه قد اهتدى واستعمل عقله الاستعمال الصحيح. لكن إن خالف شرع الله سبحانه وتعالى وما أنزله إليه من أمره بعقله فيعلم أنه قد ضل. الشرع يأمره بالصلاة، بالزكاة، بالصوم، بالحج. إن عقله هداه إلى أن يقيم هذه الشعائر فقد اهتدى لأنه وافق الشرع. لكن ترك صلواته، إن ترك صيامه، حجه، زكاته، إن ترك إيمانه بالله سبحانه وتعالى فقد ضل، لأن الشرع لا يأمره بهذا. إن شرب الخمر، إن زنى، إن قامر، لعب الميسر، فإنه يكون بذلك قد أضله عقله، لأنه خالف أمر الله تعالى حيث نهى عن شرب الخمر ونهى عن الزنا وعن الخمر وعن الميسر والقمار وعن السرقة والقتل. فإذا الميزان ليعرف هل أصاب بعقله أو أخطأ هو موافقته لما جاء عن الله، لأمر الله، لأن أمر الله تعالى لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فما أمر الله عباده في الكتاب في القرآن وما أمرهم بالسنة لا يخطئ أبدا، هو صواب، كما قال سبحانه وتعالى عن كتابه العزيز: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وقال سبحانه وتعالى عن كتابه: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كلام الله تعالى وكتابه وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من سنة ليس فيه اضطراب ولا اختلاف ولا خطأ. العقل فيه الخطأ والصواب. إذا أردنا أن نقوم العقل نرجع بالعقل فنعرضه على شرع الله، على كتاب الله، فإن وافقه فقد أصاب، إن لم يوافقه فقد أخطأ وضل. هم بيما أقول من الله سبحانه وتعالى أقول منك رانغلا نورانغل دكا ديو متكا يكدانغ أقولنا أفدوا دبا خلو بربا فاوا ගුණවණකී එච්චකී අලගොන් මෙන්ගේ බුද්ධි ඒ බුද්ධියගේ සරියයින් රංගලායි නුරංගල හග්ගාගේ බාතිල් අලගොමන්න වකිවෙකින් දේ එම්විම ඒ බුද්ධි රංගල ගොතුක අලගොමන් බේනු කොෆිකම ගවනම
e buddhiga zariyaye vishnuma fikuru kurunga zariyaye algon men haggu maga dimala wasil wevene hamegota e buddhi algon men noba gotu beelun ko fikkamuga waanama ege zariyaye algon men gelli halaku wege mes hingadan e misalaka fenuge misalu shev jassoni ei fen ei algon men he gotuga fm beelun ko fikkamuga waanama algon men karu hikka gatima fm boima nuwata algon men dandotaka fm dinuma fm beenun ko fikam gawanama fnaki algon men ege zariyai wara ginagunu wegemwa manfaata adi laba en libigen dana kame enne sam fnuge terega algon men istimal kura fen algon beenun kura gotokum fnaki fnuge terega algon men garakos wegen hinga dan ecce nema fen ei algon men fm beenun kura gotokum ege labayai manfa note gelluma halak algon men akurumatimani ema buddhi wes ei algon men yamedu muamala kura gotokum buddhi ge zariyai algon men heyo rangalu goy laabaya manfa hori goy denega nevene algon men terega fahish kanta korami hunna neggani kanta korami hun nuba magotan ikhtiyar korami hun khude mi hunna bes engene e kankan ei rangalu kankan nunka emvima buddhiya ki Allah subhanahu wa ta'ala algon menge hidayat debba farbod niumati e buddhin e insana vishna kankan nimma kanka rangalu to nuwata nunto algon menna kanda ala dene echki e buddhiyan amuru kurbi faratuku matiwe shari Allah subhanahu wa ta'ala ge foy adi ekalanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunne e sunnatu ga gota e buddhin vishni gota dimawajjekam ga wanama e buddhi daturu korma edani rangalu sida wegemwa maga dimala eheni Allah subhanahu wa ta'ala ge fota behego ekalanga ki Qur'an ga wahi qurafan e fota ki e foto ge fahatun adi kurimatin mes e fota batil kam naanana foto kamga nadi hamahem mehen ayat ekadam bayan kurafani e foin ei Allah subhanahu wa ta'ala fiwa ehm faratakum bawale foto kamga waanama ginagunogem wa khilaf tak dimanu wa kantatak e foto fennana kan kashwar em bima kit Qur'an adi nabiy sallallahu alaihi wasallam ge sunna ge faharagawas e batil kam annane e chenu em bima e fotai sunnatu ge zariyain ena ge buddhin haggo deneganna kam goanama ena daturu kurum edani faharek gaves ena daturu kurum edani sida wegem watedu maga dimala Allah subhanahu wa ta'ala kit Qur'anu ga adi nabiy sallallahu sunnatu ga wani neggani kantata haram kurwa rabuima zine kurma juwa kurma adi enum bes eta bawr kantata kalang wani haram kurafema insana ge buddhin rangala nurangalu deneganna wene mago rangalu kantaka nurangalu kanta denevene mingade ekalang kit Qur'anu ga wani bayan kurafema Qur'an ei buddhige e vishna kankamuge rangala nurangal denegatum hagigi mingadaki Qur'an adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnat إذا عرفنا أن العقل يصيب ويخطئ وأن شرع الله تعالى لا يخطئ أبدا فالميزان إذن في معرفة الحق والباطل هو شرع الله كلام النبي عليه الصلاة والسلام والعقل يعرض عليه فما وافقه فهو حق إن خالفه فما عليه العقل باطل فإن الباطل كما قلت إن العقل يضل فقد أضل الكافرين الذين لم يتبعوا الأنبياء فهم حصبوا جهنم وهؤلاء الكافرين ليسوا أغبياء أذكياء كثير منهم أذكياء لهم عقول لكن عقولهم لم تهديهم إلى الحق فإذا العقل يضل ويبطل يضل ويهدي إذا عرفنا هذا نعرف خطأ من عكس فجعل العقل هو الميزان وشرع الله تعالى هو الذي فيه الخطأ والصواب وذلك أن بعض الناس يأتي إلى كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم فينظر فيه فما وافق عقله أخذه وما خالف عقله تركه فيجعل العقل هو الصحيح دائما وأما الشرع فإنه تحت هذا العقل تحت حكمه فالعقل صار مهيمنا على شرع الله وهذا خطر كبير بمعنى أنه جعل المخلوق حاكما على أمر الله على شرع الله وهذه ضلالة بينة فهذه العقول مخلوقة تصيب وتخطئ فكيف تحكم في الشيء الذي لا يخطئ في الشيء الذي هو صواب دائما لذلك وصف الله تعالى المؤمنين بوصف وصف المنافقين بوصف وصف المؤمنين أنهم يسلمون لشرع الله ولا يعارضونه بعقولهم ولا يقولون عقولهم صواب وشرع الله خطأ بينما المنافقين يعكسون يقدمون عقولهم وأهواءهم على شرع الله فقال سبحانه وتعالى ويقولون آمنا بالله وبالرسول
هذا عن المنافقين. وأطعنا يقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الكاذبون. فيحكي عن صنف المنافقين أنهم لا يخضعون لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، بل يسيئون الظن ويلجؤون إلى عقولهم وإلى أهوائهم، فيقرعهم بقوله هل يخافون أن الله يظلمهم أو أن يحيف عليهم أو لا يعطيهم حقهم؟ وإنما الحقيقة أن قولهم أنهم مؤمنون ليسوا كذلك بل هم كاذبون. لكن ماذا قال سبحانه وتعالى عن المؤمنين بعد ذلك؟ قال إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فالمسلم المؤمن المسلم أمره لله يقول سمعنا وأطعنا عند كل أمر من أوامر الله تعالى، حتى لو لم يفهم بعقله، حتى لو لم يرضى ولم تنشرح نفسه، فإن النفس أمارة بالسوء والعقل قد يضل والشرع لا يضل. فلذلك المؤمن يقدم الشرع على عقله وعلى نفسه، يقدم على نفسه التي هي أمارة بالسوء وعلى عقله الذي قد يضله، فلذلك كان من المهتدين وكان من المفلحين. فإذا سبيل المؤمن في الموازنة والمقابلة ما بين عقله وشرعه أن يقدم شرع الله سبحانه وتعالى ولو خالف عقله. බුද්ධියකි ඒක නුබෑගොයි ඒක සරියයි මිහ රංගල ගොතයි නුබෑගොයි දෙකින් ගෑදාන එච්චෙක් අදී ඒ රංගලා නුරංගල දෙනගතුමුගේ හගීගේ මීසානකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ශරීක් එම් වීම ඒ බුද්ධියකි ගෝහුන් නුබෑන් කන්තත දෙන් මේ කුරවේ ඔත විශ්නේ ගුණවණෙක්කම ගවි හිඳුගා අලගොන් මෙන් ෆහරක් ගවස් ඒ බුද්ධි ඒ එබ්බස් හාලෙග්ග අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයතුක මච්ච ඉස්කුරා එච්චකම ගොයගෙනවා එනි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයතකි එකලංග ෆොතකි එකලා නබියා සල්ලල්ලාහු සුන්නතකි ඒ ෆහරග්ගවස් ඒගා නුබයි ගෙල්ලුමෙන් හලාකේ ඔන්නාන එච්ච නෝනේ එහෙම් බීම අලගොන් මෙන්ගේ බුද්ධිගේ රංගලා නුරංගලුගේ මීසානකි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ ශරීයකම හදන් ජේ බුද්ධි විශ්නා කංකමුගේ රංගලා නුරංගලුගේ එමෙ ෆහුබහකි ඒ අල්ලාහ් තාලාගේ ශරීයත එකංකම් උෂේඩි ඒ ශරීයත දිමාවජ්ජකමුග වානම ඒ රංගලුගේ එකමුග අගලොම් බලාගන්න ජේනේ එනි බුද්ධියකි නුබය රංගල ඉහ්තිමාල් එංගේ චේනම් සල්ලාහ් සුබ්හානහු ශරීයතකි නුබය ගොත රංගලනෝ ගොත කංකම් නිම්මුමුගේ ඉහ්තිමාල් ඔය දීනේ නූනේ ශරීයත නූනේ ඒ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා නිස්බෙ කරේ එච්චකමුග වීති කම් මෙහෙන් ඔරියරුග ෂේඛ් වාහ කරණික් මිමිහුම් බයි මිහුම් මේත අනෙක් කොළංගේ බජයි බුද්ධියකි රංගලා නුරංගල ඉහ්තිමාල් එංගේ චෙකමුග වී හිඳුගා ඒ බුද්ධි එයි එමිහොන්නම් ඒ බුද්ධින් විශ්නේ එච්චෙන් එයි මිදුවාකොස් මේ නොබෑගොතේ මේ බුද්ධින් ඉක්තියාර නොකරවෙනකම බුද්ධියෙන් එමිහොන්න විශ්නේ ගොයින් ඒ අබොදස් එම්ම රංගලොග එක්කම කබූලකෝ කීරිත කුර්ආන් අදි නබි අස්සල්ලාහු සුන්නෙක් එයි මේ බයිෆාර එමිහොන්ගේ හවා නෆ්සා එමිහොන්ගේ බුද්ධියෙන් විශ්නේ එච්චක දිමාවෙජ්ජ නම කබූල් කරා එච්චකමගේ බාදේ එහෙම ඒගොතුන් එමිහුන්ගේ කබූල් කරමකි එමිහුන්ගේ බුද්ධි ඒ අස්තු හගීගතකි ඒ ෆාරග්ගාවස් දොගෙන්නවානේ ඒ ෆාරග්ගාවස් ගෝහෙන්නවානේ එහෙම අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලාගේ දීන් එකලංග ෆතුග හුකුම් ෆුලුතන් එයි ඒක රගනා නුරංගල හුරුමුගේ ඉහ්තිමාල් එච්චෙක්කම බලා එ මොලි මවුදු එක්කොන් එකොල කොලොන් එබජහයි එහෙම එයි කිහා බොඩ නුබෙන් හෙයේ එකලංගේ මේ උෆෙද්දවි මඛලූක එකලංගේ ખાලිග්වන්ත ඉලාහුගේ අමරුග මච්ච හුකුම් කරා එච්චෙක්කමුග හෙදුමකි කිහා නුරක්කා තිරකමෙන් හෙයේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා ශරීයතුක මච්ච හුකුම් කරා ඒක මච්ච මේ කංකන් නිම්මා එච්චකම කියන බුද්ධි හදාෆිකම ගානම ඒක මානේකි ඒනා එවනි අල්ලාහ් තාලාගේ අමරු ෆුලුග මච්ච එකලංගේ ශරීයතුක මච්ච එකලංගේ මඛලූකෙක්ගේ බස් ඉස්කොෆේ ෂේඛ් ෆාහ කුර්බන් මි වාහක මේ ගොත කීත කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා මි තෆාතුනි බයන් කරාෆ ඒගොතුන් එබ්බේකි එකලංගේ ශරීයෙන් හේගොතුක බලාගේ ඒ කියමන් තෙරිමිහු ඊමාන් ගහලවරි අනෙබ්බේකි එකලංගේ ශරීද හුකුම් ෆුලතක එමිහුන් හවා නෆ්සා තබා නුමුගේ සෝබන් ඒ හුකුම් ෆුලත බොලාලා ජෙහිමිහුන් ඊමානුග අහලවරින් ගවා කුර්ආනුග සිෆ කරවා ෆමෙම්මෙ ඒ හුකුම් ත බලා නුගේ මිහුන් ඊමාන් වෙජ්ජා බොනි මිහුන් එමිහුන් ගවා කුර්ආනුග යි
munafiqun gotuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan kuraf emihunga halu Qur'anuga sifa kurwa afani emihunna ki timammenna ki iman vejjame bunuma fahuga Allah subhanahu wa ta'ala ge shariata ekalange deena ekalange kiyamanterima gowalejjikama gowanama eba mehun furagas di dubwa ganete Allah subhanahu wa ta'ala ge shariata hukum kurun gowalejjam emihun emburi fasti duwati fennan adi ehenna mes emihunna kamegga hagge liben ojjiya emihunna shariatuge tereng ecche liben ojjikama gowanama kiyamanterikama yakuga e shariatuge amuraka annati fennan emhunna faada watantanuga den Allah subhanahu wa ta'ala mehunna suwalu faddafun emihun me birugannani hi Allah subhanahu wa ta'ala emihunna meduga adlu rod nuganwa faane emihunna aniyare wodi ganwa faane emihunge buddhi emihun hawa nafsa tabanwa kankan ei rangalu kankan nuunkamuga qabul kuri mihunge wa Qur'an ga bayan kurafani ei munafiqun kamuga deba mehunna ki iman bi bay nuune Qur'an ga Allah ta'ala bayan kurafani efoga iman ga ahlur wa Qur'an bayan kurafani emihunna ki Allah subhanahu wa ta'ala ekalanga nabiyya sallallahu alaihi wasallam iman vejjame bunit men Allah iman ve aduha kiyamanteri vejjame buni mihunne adi Allah ilaha ga rasula hukum fulo kiyamanteri wa gowale jame mihun burani timanna mitibi uriya halatik gas kit Qur'ana adi nabiyya sallallahu alaihi wasallam ge sunnata timam mitibi kiyamanteri vegenne evve salegga ekamuge hikme ekamuge me fahatu goti kongechek emon egunas adi negunas adi enaga nafsu faharegga bay kankamuga me ena ekamuge me fahatu go faadaya hamen enaga nafsu nudiyekamuga vi names Allah subhanahu wa ta'ala amure amurfule nabiyya sallallahu amurfule emon kurumacha anna hinduga ehalatuga emihun e nasutawga machan istislam wane islam be mane ki kiyamantirwane bes kala nuruhun terikamen neti e ba mehun Allah subhanahu wa ta'ala ge shariata bolamba kiyamantirwane